الشريك لو مش بيحب يطلع نفسه غلطان ودايما بيدور على اي سبب يخلي الغلط من الطرف التاني. لو الشريك دوت قبل مرحلة الجواز، يعني في مرحلة الخطوبة مرحلة تعارف، يعني قطمه ولا نحته، يعني هيبقى علاقة صعبة جدا، ومش كل الناس قابلة للتعايش. يعني ايه تعايش؟ يعني يقدر ان هو يكون عايش مع حد تاني ويبقى في مرونة كافية في الحياة انه يبقى في تقارب لوجهات النظر. فالشخص اللي ما عندوش قدرة على التعايش مع الآخرين هو يعني غير صالح للعلاقات عامة. فدايما بيكون العلاقة بيه صعبة، ومش لازم انه انت او انت ما دام العلاقه لسه في البدايات مش لازم ان انت يعني تحرق جاز في حاجه في حد علاقتك بيه صعبه مش مناسبه. العلاقه من ضمن اساسياتها لما تيجي تختار الشخص المناسب ان هو وجوده في حياتك انت اسعد، اريح، انجح. لو انت مش حاسس بالتاثير الايجابي ده لوجوده في حياتك، دايما مش هيكون يا كله يا ما فيش، مش يا اما على طول اسعد يا اما على طول انجح يا اما على طول اريح، لا. وارد ان يكون في مشاكل لاختلافات وجهات النظر، بس المشاكل دي ينفع تتحل. انما لو طول الوقت هي طريق واحد، يعني يا كده يا الهلاك، وده مش طريقه للتعايش تماما يعني. انما لو العلاقه دي جواز، يبقى الخراب اسهل منه مفيش. واحنا مش عايزين نقعد نخرب بيوت، احنا عايزين ان احنا نبني البيوت. فعشان البيت يتبني محتاج ان كل واحد يتحمل مسؤوليه اختياراته، ومن ضمن مسؤوليه اختياراتك انت اخترت شريك الحياه ده. وبالتالي من ضمن مسؤولياتك وكفاحك في الحياه ان انت تفضل عندك اصرار وعندك يعني مرونه كافيه ان انت تغير من طريقه التواصل معاك. وان معلومه انا عايزك تعرفها، ان الشخص اللي هو بيكون باستماته ان هو ما يطلعش غلط بيبقى عنده حاجتين. واحد ان هو بيبقى مصدق مشاعره 100%، ان مشاعره دايما صح، وبالتالي لما هو بيكون غضبان بيدور في ذكرياته من الواقع اللي يبرر غضبه. وبالتالي هو مقتنع ان هو صح، مش بيحاول، لا، لان هو بيصدق مشاعره وبيحاول يفكر من خلال مشاعره. فما بيشوفش غير اللي يبرر مشاعره واللي يشوف ان مشاعره مظبوطه. تاني حاجه ان هو بيكونش عنده الصلابه النفسيه او القوه النفسيه ان هو يعترف بغلطه، ان هو غلط وبيبقى خايف من الاذلال وبيبقى خايف من، فهو بيبقى محتاج شويه طمانينه في العلاقه بصوره او باخرى. فلو في جواز محتاج يكون في اصرار انه يسمع، ممكن يسمع من خلالك ان انت تكون مرن اكتر بقدر المستطاع طبعا، ان انت تدخل حد يجي يبقى زي حكم ما بينكم، ان انت تبتدي بنفسك وان انت تشوف ايه الغلطات اللي فعلا عندك وتبتدي تعتذر عليها وتشوف وجهات النظر ايه اللي يريحه، وبعد كده تطلب منه اللي انت محتاجه. فمحتاجه شويه وقت لحد ما توصلوا واكيد لو طلبتوا مساعده من متخصص الموضوع هيتحل في وقت قليل جدا.